السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اموركم بخير وعلى خير. رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم بالصحه وبالهنا ان شاء الله، وبالرزق الكثير وبكل حاجه تمنيتوها في خاطركم يا ربي. مرحبا بكم معايا مره اخرى في وصفه من وصفات ياسمينه. اليوم بديت لكم الفيديو بالطبيله، اول مائده قدمتها في النهار الاول ديال الفطور. بصراحه ما شاركت معكم حتى غوصات من هاد الطبيله هذه، لان داكشي اللي كان فيها كان عادي جدا. حاولت انني ندير الطبيله الاولى ديال النهار الاول د رمضان بلديه مغربيه على حقها وطريقها 100% مغربيه وبلديه. كيف ما كتشوفوا نزلت كل شيء عادي، رغيفات الخليع ديال الشحمه ورغيفات مرقين عاديين، شويه المعسلات اللي كنت وجدت معكم، والحريره ديالنا المغربيه بطبيعه الحال اللي ما كتخطاناش. وبالنسبه لهذا الشيء اللي نزلت فما كنظنش اي وحده اي مغربيه فراها قاده انها تصاوب هذا الشيء هذا بنفس الطريقه. المهم انا حاولت نحط لكم الطبيله فقط غير باش تاخذوا فكره على الديكوراسيون، على الطريقه ديال التقديم، لا غير. اما اليوم بحول الله فغادي نقدم لكم الطبيله الثانيه ديال النهار الثاني من رمضان، وغادي نبداها معكم بواحد البسيطلات ديال الدجاج. بالنسبه للصدر ديال الدجاج فانا ديجا شاركته معكم في واحد لا فيديو، ما كنقليش ما كنشحروش، فقط كنسلقو في الماء مع ورقه سيدنا موسى ودريس الثومه والملحه وطريف ديال البصله. كنخليهم كيتسلقوا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه، من بعد كنستقطروهم وكنفرتوهم هكذا بهذه الطريقه. كيجي فيهم واحد المذاق بنين بزاف ما تشبعوش منه، ويمكن لكم تحتفظوا به في واحد البواطه في الثلاجه. في اي لحظه بغيتوا تعمروا شي حاجه كتجبدوا منه وكتضيفوا ليه دوك المكونات اللي نتوما باغيين تضيفوا، وكيكون هكذا بطريقه سريعه ولذيذ في نفس الوقت. هنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما سلقتو فرتتو هكذا بيدي. هنايا غادي نوجد معكم بسيطلات، واحد البسيطلات اللي هما ساهلين ولذاذين وبساطين، بسيطلات ديال الدجاج بالبيشاميل. كناخذ داك الدجاج ديالي كما سبق ليا وقلت، كنفرتتو هكذا، كنضيف عليه واحد بصيله اللي شلطتها رقيقه وشحرتها في الزيت مع مليحه والابزار فقط، وكنضيف عليهم كذلك المايس، واحد اللاطه ديال المايس. بالنسبه للعبارات يمكن لكم تستعملوا الكميه اللي بغيتوا على حساب البسطيلات وعلى حساب لا كونتيتي اللي نتوما باغيين توجدوا. هنايا كنضيف عليهم كذلك البيشاميل، صلصه البيشاميل اللي صاوبتها في الدار، يمكن لكم تشريوها واجده، راه كتباع في ميركادونا واجده. بالنسبه لصلصه البيشاميل ديجا شاركتها معكم شحال من مره، معلقه ديال الزبده مع معلقه ديال الطحين البيض، كندوبوهم شويه، كنزيدوا ليهم نصف لتر ديال الحليب، وكنبداو نحركوا على نار مهيله حتى كتعقد لينا الصلصه. كنضيفوا ليها في الاخير شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وكنحكوا فيها واحد شويش ديال كوزه الطيب باش كتجينا بنينه. من بعد كنضيفوا ليها القليل من الجبن المبشور، اي نوع كان عندكم. اللي ما متوفرش عنده يمكن ليه يضيف المثلثات ديال الفخوماج لافاش كيغي. كنخلطوا دوك المكونات ديالنا كاملين. بالنسبه للصلصه ديال البيشاميل يمكن لكم تزيدوا لا كونتيتي اللي بغيتوا، القدر اللي يجمع لكم داك الدجاج هذاك. هنايا كناخذ الورقه ديالي اللي غنعمر بها دوك البسيطلات. دائما كنستعمل الورقه ديال تشينوس اللي ديجا شفتوا معايا في واحد لا فيديو ديال المعسلات. هنايا كناخذ واحد الوريقه، انا خديت هنايا العبار الكبير، كنحطوها بهذا الشكل هذا، وكنحاولوا ندهنوها بشويه ديال الزيت مع الزبده اللي مذوبين. ومن بعد كنضيفوا ليها واحد القدر من داك الخليط ديال الدجاج والبيشاميل اللي وجدنا، واحد المعلقه كبيره هكذا، وكنحاولوا نلويو الورقه ديالنا على شكل رغيفه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا تماما. فهي طريقه اللي هي سهله
وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الوريقات ديالي كاملين. هنايا بعد ما كملت دوك البسيطلات ديالي كاملين كندوز لواحد الطريقه تزيين اللي كتعطيهم واحد المنظر غزال. كناخذ الورقه كنلويها هكذا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، وكناخذ واحد المقص وكنحاول نقطعها شرائح رقاقين طوالين كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. ومن بعد كنحاول نحط منهم شويه شويه فوق دوك البسيطلات ديالي. وبعد ما كنزينوهم كاملين بدوك الشرائح ديال الورقه كندوزو وكنفزقوهم او كنسقيوهم شويش من الفوق بديك الزبيده ديالنا اللي دهنا بها الورقه باش كيجيونا محمرين ومقرمشين. وكندخلوهم الفران على حراره 170 درجه، كنشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت حتى كيتذهبوا لينا. وهنايا غندوزو نصاوبوا بطيبطات معمرين، بطيبطات ميني بطبوط معمر اللي عزيز على المغاربه كاملين. هنايا بالنسبه لهذا البطبوط هذا فغنحتاج ليه اولا خميرات معمرين صغار، غنحتاج الطحين الفورس، الدقيق الابيض، غنحتاج الدقيق ديال الفينو، خميره ديال العجينه واحد المعلقه كبيره، معلقه صغيره ديال الملحه، ونصف معلقه صغيره ديال السكر سنيده. وغادي نحتاج كذلك واحد 3 ديال المعالق كبارين ديال زيت العود، زيت الزيتون. بالنسبه للدقيق فضروري انه يكون الدقيق الفورس اكثر من الفينو، يكون غلاب على الفينو. يعني الا درنا 3 ديال الزلايف مثلا اولا 3 الكيسان ديال الفورس فكنكتفيو بكاس ونص ديال الدقيق الفينو. هنا العجينه ضروري ما نخليوها خفيفه شويه، كنخليوها حتى كتختمر وكيتضاعف لينا الحجم ديالها. ومن بعد كنقرصوها هكذا كريسات صغارين بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وكنخليوهم يزيدوا يخمروا واحد 10 دقائق اخرين. ومباشره كنبداو نطيبوهم من الفوق ومن التحت على نار مهيله حتى كيتنفخوا لينا بهذا الشكل هذا وكيجيو خاويين من الداخل. بالنسبه للعماره ديال هاد المخيمرات هادو فانا غادي نحتاج هنايا خيزو محكوك حكيته في الحكاكه الغليظه، غادي نضيف عليه المايس، غادي نضيف عليه الطون الكميه اللي نتوما بغيتو واللي نتوما بغيتو تعمروا. غادي نضيف عليهم شويه ديال لا مايونيز اللي غادي نجمع بها هاد المكونات هادو كاملين، وغادي نضيف عليها البيض، واحد 2 بيضات مسلوقين غادي نحكوهم هكذا في الحكاكه رقيقه. وكذلك غادي نضيف القليل من الجبن المبشور اي نوع كان عندكم. وهنايا كيف ما كتشوفوا هذه كانت الطبيله ديالي ديال اليوم، حتى هي خفيفه وظريفه كيف ما كتشوفوا معايا. هادو البسيطلات ديالنا بعد ما وجدوا كيجي فيهم واحد المنظر غزال، وحتى في المذاق ديالهم كيجيو لذاذين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم. والبطيبطات ديالنا كذلك اللي عمرنا زيناهم بشويه ديال الخس من الداخل، قدمتهم مصحوبين بواحد لو جو ديال الباربا ولي فريز.
وكذلك شويه ديال اليوغورت اللي صاوبت في الدار، يوغور بلدي، وزينته من الفوق بشويه ديال التوت البري. وهذه كانت الطبيله ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما سبق ليا وقلت كنحط هاد الطبيلات هادو فقط باش تاخذوا واحد الفكره على الديكوراسيون وعلى طريقه التقديم كذلك. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا بشي حاجه جديده. ما تبخلوش عليا بدوك اللايكات ديالكم، ونشوفوا في فيديو جديد مع وصفه جديده من وصفات ياسمينه. ونهاركم مبروك.